ما عملتش اي حاجه، ما قدرتش انجح في بلد زي دبي غير ان انا انتظمت، بس ان انا انزل بشكل منتظم فيديوهات على السوشيال ميديا. بس ده خلاني النهارده ايه؟ خلاني النهارده وانا نايم انا ببيع كورسات بتاعتي بتدخلي من 10 ل 15 ساعات بتوصل ل $20,000 في الشهر. خلاني النهارده يكون ان انا مش مجرد واحد كنت شغال فريلانس او واحد لسه جاي بلد زي دبي كبيره، ولا ليا ولا خال ولا عم ولا قريب ولا صاحب ولا ليا اي حد معايا شنطه هدومي بس، واجي التزم بس ان انا اعمل كونتنت واعرف الناس انا شاطر قد ايه او عندي خبره قد ايه في الماركتينج. خليني النهارده يكون عندي شركه، والشركه دي الحمد لله بكلام الناس وبرايهم اتصنفت ان هي بتكون من اهم 3 شركات في دوله زي الامارات، وبالذات في دبي. النهارده يكون عندي موظفين فاتح بيوت من الاكونت بتاع السوشيال ميديا، من اكونت على السوشيال ميديا. موفر عليا ان انا اعين تيم سيلز، لان انا مش محتاج تيم سيلز. انا بنزل ستوري واحده بلاقي الناس اوريدي بتحاول توصل لي ومش عارفه توصل لي عشان بس ابص على اكونتاتها. كل ده من اكونت السوشيال ميديا. اكونت السوشيال ميديا وداني وخلى فكري النهارده بتعزم من انفيتيشنز بتجيلي، او ناس في اي بي، وناس يعني مراكز مش هينفع اقول، بس انا بدير حسابات ناس فعلا انا لو قعدت اشتغل بالطريقه العاديه انا عمري ما كنت مسكت حسابات الناس دي. بس الناس دي جات لي منين؟ وهم اللي طالبيني بالاسم بسبب السوشيال ميديا.